السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طاجن كفتة رهيب، طعمه وهم كده من الآخر بجد، بطريقة سهلة وبسيطة. طعم الكفتة يا بنات هنا متغير خالص عن صينية، عن كفتة مشوية على الفحم أو في الفرن. لا لا لا، لازم تجربوه بجد، حاجة كده من الآخر فاخر. بجد هتعشقوا الطريقة ديت، جربوها والله ما هتندموا أبدا إن شاء الله، وتكفي عيلة كمان. ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي، وتعالوا ندخل على الوصفة. انا عندي نص كيلو لحمه مفروم، عندي بصله متوسطه بالميه بتاعتها، وقرن فلفل اخضر مبشور، وحوالي 4 ل3 معالق بقدونس مبشورين. عندي طبعا هنا معلقتين ليا لا استغنى عنها في الكفته بصراحه، اي نوع كفته بحب استخدمها على طول. لو ما فيش تبقى الكفته بتاعتك دسمه شويه، يعني ايه فيها دهن شويه. عندي هنا معلقتين ونص بقسماط، مش دقيق، بقسماط يا بنات. ومعلقه صغيره بيكنج باودر ممسوحه زي ما انتم شايفين كده. البهارات عندي مش كتير عشان انا عايزه احس بطعم اللحمه. انا عندي ايه، انا عندي يعني نص معلقه صغيره قرفه، ونص معلقه صغيره بهارات، وطبعا الملح حسب الرغبه، بس انا حطيت معلقه صغيره ممسوحه. قلبي بقى، مش تقلبي، انا عايزاكي تعجني فيها يا جماعه. اي طريقه في الكفته اهم حاجه عشان تطلع منك كويسه ان شاء الله، وما تفكش وتبقى جميله جدا في طعمها كمان والقوام بتاعها. اعجني فيها كويس لغايه ما يبان لها صاحب كده زي ما بنقول، يعني اهم حاجه تعجنيها كويس جدا. لغايه ما تعمل وراكي خيوط كده، تبقى انت الكفته بتاعتك مظبوطه. بعد كده بقى ايديا فيها زيت او فيها ميه، وهنبدا نصبحها. انا مش هحطها في اي سيخ او كده زي ما انتم شايفين. هي الكفتايه شايفين انا باخد قطعه اللحمه وبقفلها عادي، وبلفها بالشكل ده، ما بخليهاش مفتوحه من النص، وبخليها مقلبظه شويه علشان يعني ايه، ما تخافيش احنا هنحطها في الفرن فهتستوي 100%. خلصنا الكفته والتصبيع بتاعها بالشكل ده. تعالوا بقى، انا عندي هنا عندي فلفل احمر وفلفل اخضر وبصله، يعني متقطعين شرايح كده او جوليان. وممكن مكان الفلفل اللي هو الاحمر ده ممكن برضو تحطي طماطمايه اللي يريحك، يعني الطماطم او الفلفل الاحمر ينفعوا في الوصفه دي. بس بصراحه كان عندي انا الفلفل اللي هو الاحمر ده. قلبيهم، اهم حاجه بقى ملح وشويه فلفل اسمر، ودعكيهم كويس. الخضار بصوا بيودوا الخضار بقى لمكان تاني خالص 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 يا بنات. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه في الكفته. انا عندي الطاسه بتاعتي حطيت عليها يعني مكعبين 3 زبده وشويه زيت عشان ما يتحرقوش. رص بقى الكفته بتاعتك كده، انا مش عايزاها تستوي، انا مش هسويها هنا خالص، انا بس هتاخد صدمه كده عشان تحبس السوائل، عشان ما تنشفش مني وتاخد اللون الجميل زي ما انتم شايفين كده. مش هتاخد منك دقيقتين 3 على النار. النار عندك هتكون عالية، مش وسط كمان، لا هتكون عالية. ايديك على طول تكون فيها خدت من الجنبين كده اللون زي ما انتم شايفين. خلاص طلعناها. هنحط بقى الخضار الفظيع ده، انسي بقى، هتحطي الخضار ده مع الكفتة في نفس الطاسة كده، انسي طعم وهم والله يا بنات، طعم وهم. جربيها كده وان شاء الله مش هتندمي ابدا. بعد كده ده انا عندي صلصة كانت يعني انا بعملها وبفرزها عندي في فانا طلعت حوالي هنا زي مكعبين كبار كده، يعني حوالي يعني كوبايتين من الصلصه. لو ما عندكيش اضربي طماطم حوالي كوبايتين وحطيهم. عندي البهارات، انا عندي هنا ملح وفلفل فقط بس، اللي هي هتبقى على الصلصه يا بنات. حطيتهم كده وهسيبهم بقى يعني ايه ياخدوا غلوتين. وبعد كده هنزل بالبطاطس، كمية البطاطس الكمية برضو اللي انت عايزاها، ممكن تكتر ممكن تقللي ده على حسب رغبتك. وهسيبها قد ايه يا حنان، حوالي 5 دقايق، تاخد بس غلوتين 3 كده بس. انا مش عايزة اسوي برضو البطاطس لان كل حاجة احنا نحطها في الفرن. بس يعني انت ممكن تخلصي الوصفة كلها كده في الطاسة وتحطي الكفتة عليها وعادي، وسيبها تستوي وتفتح عليها الشواية في الفرن تحمر وشها. لكن انا هحط بقى الطاجن هنا بيدي طعم مختلف خالص بالنسبه للوصفه بتاعتنا. جربيها في الطاجن يا بنات مش هتندمي ابدا. حطي بقى البطاطس كده كلها، وسيبي حبه صلصه من صلصه البطاطس ديت للاخر عشان هنحطها على الكفته. حطينا بقى كده البطاطس كلها في الطاجن بتاعنا، وهنبدا نرص الكفته. الكفته تبقى على وش البطاطس مش تحتها يا بنات، بتبقى على وشها كده، عشان في الاخر لما تقدميها كده على سفرتك رهيبه بجد. ممكن كمان على فكره تقدميها كده بالطاجن على السفره، الكل هينبهر بجد. انت يعني بنفسك هتنبهري من طعم الكفتة بالطريقة دي. تجربيها والله رائعة فوق الروعة كمان. حبة الصلصة بقى اللي فاضلين زي ما احنا شفنا كده، هنحطهم بقى ايه، هنمسحهم كده على الكفتة بتاعتنا. شايفين لا فكت ولا اتكسرت ولا عملت معانا اي مشكلة، تمام، عشان احنا خدمينها كويس في كل مقاديرها ومظبوطه جدا جدا. الفرن انا عندي سخن جدا، قفلتها بورق اللي هي الفويل. وهحطها ازاي بقى التسويه، هحطها ربع ساعه فقط بس على حراره 200 على الصاجه. على الصاجه يا بنات ربع ساعه بس، وبعد كده هطلعها على الشبكه بتاعه الفرن وهفتح عليها الشوايه تتحمر الوش
فقط لا غير، لان احنا عندنا البطاطس يعني تعتبر نص سوا، والكفته برضو نص سوا، يعني الكميه كلها او الوقت كله مش هياخد منك وقت خالص. ما شاء الله تبارك الله. يعني انا عندي طاجن الكفته بيتكلم عن نفسه، بيبقبق كده، حبه بقدونس كده للتزيين بس، قدميه الكل هينبهر. طعمه فظيع يا بنات والله، يعني مش الشكل بس، لا المهم كمان الطعم، احنا عايزين الطعم مع الشكل. فانا اعطيتك الاتنين بقى ممتازين جدا، هتنبهري بجد من، يا بص انا قلت كام كلمه هتنبهري، لانها فعلا وصفه تستحق. البطاطس روعه، الكفته اروع منها. وصف. يا رب الفيديو نور رضاكم وتنفذوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.